مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا وحلقه جديده من برنامج الكره مع محمد صابر. بس حلقتي النهارده بطعم السعاده، بطعم طريق السعاده، بطعم فعلا دي قمه السعاده. اكيد كلنا بندور، كل واحد يقول لي يا محمد يا صابر احنا بندور على السعاده، عايزين طريق السعاده. طريق السعاده النهارده معانا، وسبب مين طريق السعاده؟ بطل الحلقه مش محمد صابر، بطل الحلقه اكبر واشهر دكتور في مصر. انا جات لي مسج من صديق البرنامج على صفحات البرنامج بقصة طريق السعادة. لازم النهاردة احكيها، ولازم النهاردة اتكلم على شاب عظيم، شاب مصري دكتور، وبأشهر دكتور في مصر وأطيب دكتور في مصر. والده توفى وساب له أسرة كاملة، ساب له والدته وساب له 3 بنات و3 ولاد. كان راجل قوي، أنا سعيد النهاردة وأنا بتكلم عليه. جوز اخواته البنات وجوز اخواته الولاد، وكمان مش كده بس يا جماعة، ده عمل مشروع لكل واحد من اخواته يبدأ حياته بيه. الله، ده عظيم قوي بجد. انا كان نفسي النهاردة اقول اسمه، وكان نفسي بجد يكون معانا، بس هو رفض وقال لي هو طبعا انا تواصلت معاه واصبح صديق شخصي ليا، واتشرف بصداقته بامانه شديده. شخصيه محترمه جدا وشخصيه عظيمه، واكبر دكتور في مصر واطيب دكتور في مصر. قال لي يا محمد انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش غير الطبيعي، غير الواجب، غير الصح. دول حته مني ارميهم؟ ما ينفعش ارميهم. وكل اللي انا وصلت له من مكانه علميه ومكانه ماديه، وكل اللي انا وصلت له ده بفضل الله، ثم دعوات امي ودعوات اخواتي ودعوات اسره كامله. انا يا كابتن محمد ابويا رباني على حاجه جميله جدا جدا، ووصاني بيها وانا مشيت عليها. قال لي زوجتك ممكن تعوضها، ولادك ممكن تعوضهم، لكن والدتك واخواتك عمرك ما هتعوضهم، ما ينفعش تعوضهم. انا اتربيت على كده ومشيت على المنهج ده، والحمد لله كل اللي انت شايفه ده بفضل الله، ثم دعوات اهلي ليا بجد. انا بشكرك جدا، ومن برنامج الكرة مع محمد صابر بضرب لك تعظيم سلام، وبقول لشباب مصر اللي بيسمعني، اللي عايز يوصل بالترند، عايز يعمل ترند، اي حاجة لا اخلاقية ويوصل. لو مشيت النهاردة على بطل حلقتنا الدكتور العظيم ده بصلة الرحم وحب الأسرة وحب اخواتك وحب عيلتك، لأن الدكتور ده حضراتكم مش بس أمه واخواته، ده بيصير رحم أسرته كلها. أسرته كلها بتدعي له. هتوصل وهتنجح في أي مجال، هتنجح فيه بأي مجال، بدون ترند، بدون حاجة لا أخلاقية، وهتوصل ماديا وأدبيا. يا جماعة النهاردة لازم نرجع قيمنا الجميلة تاني، لازم نرجع، هو ده طريق السعادة. لو عايزين طريق السعادة في صلة الرحم، في الدعاء لما أهلك كلهم بيكونوا بيدعوا لك، ربنا هيكرمك في كل شيء. بجد أنا كان نفسي النهاردة هو يكون معايا، يكون معانا في الحلقة، ويكون معانا وأقول اسمه، بس هو رفض بجد. الشخصية العظيمة دي أكبر دكتور في مصر وأشهر دكتور في مصر وأطيب دكتور في مصر. أنا هنهي حلقتي مع حضراتكم بسؤال واحد: لو أنت مكان الدكتور العظيم ده، الشخصية المصرية العظيمة، كنت هتعمل زيه، ولا كنت هتقول زوجتي وأولادي وأسرتي رقم مليون؟ كنت هتعمل زيه؟ أنا بصراحة هستنى اراء حضراتكم بعد الحلقه دي. طريق السعاده، احنا خلاص وصلنا للسعاده. عايز السعاده في صله الرحم، السعاده في والدتك واخواتك، السعاده في اسعاد الاخرين. هي دي السعاده مش انانيه، هي دي السعاده. هو النهارده ادانا روشته السعاده. هنمشي على الطريق ده، وهسال حضراتكم تاني ومليون قبل ما اقفل حلقتي مع حضراتكم، وقبل ما اسيب حضراتكم: لو انت مكان الدكتور العظيم ده، كنت هتعمل مع والدك مع والدتك واخواتك اللي هو عمله؟ هستنى حضراتكم زي السيستم اللي احنا اتعودنا عليه. انا سعيد قوي بحلقة السعادة بجد. النهاردة كلنا اتمنى نكون وصلنا لطريق السعادة، وهي دي السعادة. هستنى حضراتكم زي السيستم اللي احنا اتعودنا عليه على صفحات البرنامج، برنامج الكرة مع محمد صابر، والاعلامي الرياضي محمد صابر، وقناتي على اليوتيوب. وطبعا انا بنتظر حضراتكم وهشوف رأي حضراتكم. لو انت مكان الدكتور العظيم ده كنت هتعمل ايه؟ هستنى حضراتكم، وميرسي جدا لحضراتكم. والسعادة كلنا بندور على السعادة. اكيد النهاردة طريق السعادة عرفناه مع اكبر دكتور في مصر واشهر دكتور في مصر واطيب دكتور في مصر.
القلب الطيب اللي انا النهارده وانا في الختام لازم اضرب له تعظيم سلام، لانك عظيم. وميرسي جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.